بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا ام اسلام معاكم في مطبخ ام سمسم. النهارده هنعمل الجبنه القريش الجميله دي. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه ومن غير اي اضافات. احنا مش هنضيف الا حبه ملح بس، وده شكلها وده قوامها. بصوا قد ايه هي جميله. بصوا حاجه كده قشطه يا جماعه، بتاكلوا في قشطه مش جبنه، قشطه. حاجه كده جميله، عاملاها في على ايديكي بكل حب. سهله وبسيطه من غير اي اضافات، لا ضفت منفعه ولا ضفت خل ولا ضفت اي حاجه من كل اللي بيضيفوه ده. هي مجرد بس اللبن بس. تمام. واللي في الاكياس ده يا جماعه الشرش اللي طالع منها احنا مش هنرميه، احنا هنعوزه طبعا، هنستعمله في المعجنات وهبقى اقول لك هنعمل بيه ايه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا مشكوره، ما تنسانيش في لايك واشترك في قناتي فضلا وليس امرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي معايا هنا دول 3 كيلو لبن يا جماعه. 3 كيلو لبن حليب، لبن حليب، وتجيبيه من عند اللبان تكوني ضامناه، مش معلبات يعني. كيلو اللبن، 3 كيلو لبن دول انا هدخلهم التلاجة بالظبط حوالي ساعتين. طب ليه ساعتين؟ عشان عايزه الوش يعزل. طبعا هنا انا دخلته التلاجة ساعتين او 3 ساعات على حسب يعني. وبعد كده هخرجه من التلاجة وهقولك هنعمل ايه بعد 3 ساعات بالظبط. هنا انا خرجته من التلاجة. بصوا ده الوش عزل عندي اهو زي ما انت شايفه. ليه بقى كده؟ عشان انا عايزه اخد حبه وش منه. لو انت عايزه تعمليه بخير وما تدخليش التلاجة، انت هتسيبيه بره التلاجة على طول. طبعا هنا بقى بعد ما طلعته من التلاجة سيبته بره التلاجة حوالي 12 ساعة. 12 ساعة بالظبط. احنا الدنيا صيف، لو الجو شتاء اكيد هيقعد اكتر من كده. تمام كده تمام. هنا انا جبت طبق وهاخد الوش بتاعي. لو انت مش حابه تاخديه، لو انت حابه الجبن كامل الدسم سيبيه ما تاخديش الوش، بس انا حابه اخد الوش لاني بصراحه حابه اعمل فطير معاكم وهستخدم الوش معاكم ان شاء الله. هنا هناخد الوش بقى، الكميه اللي انا من على الوش، مش هاخد كل الوش على فكره، هناخد كميه بسيطه. طبعا بما ان الجو حر فالوش ما كانش ماسك معايا، لان الجو طبعا زي ما انتم شايفين الجو حر جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا وصلتي لحد هنا يا ريت تشتركي في قناتي فضلا وليس امرا. الف شكر لحبايبي اللي بيتابعوني من كل مكان، شكرا على الكومنتات الجميله اللي بتدعمني واللي بترفع من معنوياتي بصراحه. هنا ناخد كل كميه اسفه، هاخد جزء من كميه الوش اللي هو على الوش ده، القشطه دي. القشطه انا مش هاخد كل الكميه، انا هاخد بس جزء بس بسيط منها. لو انت حباها كامل الدسم، لو انت حباها بقى اللي هي قشطه قشطه كامله، ما تاخديش اي حاجه، سيبيها زي ما هي وهتبقى جميله جدا. وحتى لما خدت منها برضو الجبنه كانت جميله جدا. تمام. هنا انا خدت كل الكميه بقى اللي انا عايزاها، ما خدتش كله، خدت جزء ده انا هدخله الفريزر لما ابقى استعمله. وهنا بصوا اللبن بعد ال 12 ساعه، قعد معايا 12 ساعه بقى كده زي شكل الزبادي يا جماعه، عامل زي الزبادي بالظبط. هنا انا هجيب بقى مصفى، اي مصفى عندك، وهحط فيها فوطه، ومهم قوي ان الفوطه تكون نظيفه وتكون بيضه. هفرد فيها الفوطه كده، وهنزل بقى بالجبنه بتاعتي اللي انا عملتها وسبتها 12 ساعه بره التلاجة. مهم قوي يكون في مكان دافي. بصوا شكلها بقى قوامها واحنا بنقلبها عامله ازاي. بصوا زي الزبادي كده، ده قوامها. تمام. هنا بقى انا هسيبها، هلف بقى الفوطه وهربطها عليها واسيبها حوالي ساعه عشان تصفي كل كل الشرش بتاعها. وزي ما قلت لك احنا مش بنرمي الشرش ده احنا هنحتاجه في معجنات، وبقول لك هنستعمله في ايه. تمام كده. هربط بقى معاكي بقى كده الجبنه. ولو انت عندك بقى مصفى صغيره في الوقت كده صفيت نزل منه ميه شويه كتير، شرش كتير، هنا انت بقى اربطي وحطيه في مصفى صغيره. لو عندك مصفى صغيره عشان تاخد الشكل، او مصفى مربعه لو حابه انت الشكل يبقى مربع، هتحطيها في مصفى مربعه هتديكي شكل المربع. انا بما ان انا ما عنديش مربع فانا حطيتها في مصفى مدوره. انا سبتها بس صفت دقيقتين في المصفى الكبيره دي، وبعدين حطيتها في مصفى مدوره عشان تاخد الشكل اللي هو النهائي اللي انتوا شفتوه قطعته في اول الفيديو. تمام. هنا انا هسيبها ساعه بس، هعلي تحتيها عشان الشرش كل شرش ينزل منها، وهسيبها حوالي ساعه. تمام كده تمام. هنا بقى بعد ما رجعنا بعد ساعه ده شكلها. بصوا ده قوامها. انا بس رشيت عليها معلقه ملح صغيره، قادره انت تتحكمي في الملح زي ما انت عايزه، حابه تزودي ملح زودي، حابه تنقصي براحتك. انا بحبها دلع فحطيت رشه ملح معلقه صغيره بس عليها، ما حطيتش اكتر من ملح. وده شكلها وده قوامها بعد ساعه، بعد ما حطيتها، بعد ما صفيتها حطيتها في المصفى ساعه. وده شكلها. بصوا والله ماسكه نفسها وحاجه كده قشطه، بتاكلي في قشطه والله العظيم هتدعي لي. حاجه جميله وضمناها. ال 3 كيلو لبن صفوا معايا كيلو ربع جبنه. 3 كيلو لبن صفوا معايا كيلو ربع جبنه. جبنه جميله، جبنه قشطه كده، جبنه بخيرها، احلى جبنه هتعمليها. لا ضفت بقى منفعه ولا ضفت اي اضافات تانية. وزي ما قلت لك الشرش انا كيسته ليه؟ لان انا هستعمله في معجنات. تمام كده. لو وصلت معايا لحد هنا مشكور، ما تنسانيش في لايك واشتركي في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام.